ازاي اعرف ان فرصه الشغل دي نصب؟ اوه، السؤال ده مهم جدا بقى. انا بيجي لي شغلانه نصب تتبعت لي، انا جالي يومين ورا بعض شغلانتين نصب، امبارح واول امبارح، اول امبارح، يعني من 3 ايام جالي شغلانه نصب، وامبارح جات لي شغلانه نصب. انا بيتبعت لي شغلانات نصب، بيقولوا لي نزلها عندك. فانا ازاي بعرف ان الشغلانه دي نصب؟ طبعا انا برفض على طول. ازاي؟ لان انا كانت حصل معايا موقف قبل كده، اللي هو كان في شغل كان بيجي لي هتلاقي مثلا غير منطقي، يعني انا ببقى شايفه ان هو فرصه، وانتوا بتشوفوا اللي هو فرصه وتخشوا تكلموه، وبعدين بتخشوا تكلموني تقولوا لي الشغلانه دي نصب يا عم. فبقوم داخل طبعا مسحها، ده غير طبعا باخد السكرينات بتاعتكم وبنزلها عشان افضح الشخص ده، وبنعمل ده رقم حظر وابلاغ علشان رقمه يتقفل. والله اعلم شركه الواتس فعلا هل هي بتقفل له الرقم ولا لا، دي حاجه احنا ما نعرفهاش. يعني هي الناس هم الخبراء بقى في التقنيات هم اللي هيفيدونا في الموضوع ده، اللي هم بيتفرجوا علينا دلوقتي. انت بتلاقي شغل غير منطقي بيجي لك، زي مثلا تلاقي واحد، انت مثلا موجود في امان الله كده مشترك في جروب، وتلاقي واحد قام داخل لك على الخاص بتاعك وبعت لك فيه شغلانه، ده معروف انه نصب، معروفه. اصل انا مش صاحب مصلحه هاجي لك اقول لك تعالى اشتغل عندي، لا، انت اللي بتيجي تقدم عندي، انا صاحب المصلحه مش انت. عرض وطلب، هي عرض وطلب. الا بقى لو انا اعرفك معرفه شخصيه، ماشي. جات لي شغلانه نصب قبل كده، اتبعتت لي، وتلاقيت ناس داخله عندي كتير، الحق الحق عشان عندك شغلانه نصب. داخل ابص، كانت شغلانه كنت شايفها انها فرصه حلوه، بيقول لك مطلوب كول سنتر بمبلغ 4500 جنيه في 8 ساعات. هو في الطبيعي اصلا ما فيش كول سنتر في دمياط بيديك 4000 جنيه، 4500 جنيه على 8 ساعات. فانا لما شفتها انا قلت بقى دي فرصه وشغلانه حلوه وجميله، قمت واخدها منزلها على الجروب، وهوب لقيت الناس بتقول الشغلانه دي نصب، وبعت لي بقى الاثباتات سكرينات بقى. فهو اي شغل غير منطقي بينزل اصلا في اي منصه، حتى لو نزل عندي انا في الجروب، انا بقولها لك اهو، لو نزل عندي انا في الجروب شغله غير منطقيه، انت بتخش تكلمه وبتيجي تكلمني على طول تقول لي الشغلانه دي انا شاكك فيها، بنتعامل على اساس كده. فشغل النصب مفيش اكتر منه. وعلى فكره عشان تكونوا عارفين، اي حد عموما صاحب جروب واتس او صاحب جروب فيس ومسمي لك جروب بتاعه مثلا وظائف مثلا دمياط، وظائف المنصوره، وظائف مثلا بورسعيد، ايا كانت المحافظه، فانا زي ما قلت لكم الشغل النصب موجود كتير. اللي انا بتكلم فيه هتلاقي ناس بيقول لك ايه مثلا على الفيس شغلانات، يقول لك مثلا ايه، طبعا الجروب عشان برضه ابقى معرفكم، اي جروب عموما كاتب لك وظائف كذا، بينزل اي حاجه وخلاص ويبقى سايب التنزيل عام، ودي مصيبه. في جروبات محترمه انا اعرفها، ماشي، خاصه بدمياط، اي محافظه دمياط، بيبقى مثلا عامل اي بوست تنزله بيخش هو يشيك عليه الاول، ده الصح. انما انك تعمل الجروب بتاعك يبقى سداح مداح، ده اكبر غلط، لان النصابين بيحبوا الجروبات دي. على فكره في منصات تبع النصابين دولت بيبقوا مجمعين لينكات جروبات خاصه بالمحافظات مصر كلها، ومش بافور، وده عن تجربه شخصيه شفتها قبل كده حصلت عندي، تمام. مجمع لينكات جروبات كل محافظات مصر، ويقول للناس يا جدعان نزلوا في الجروبات دي، الجروبات دي هتقبلكم، علشان صاحبها نايم. انا دخلت على قبل كده، لقيت شغلانه نصب على جروب من جروبات الفيس، بعتها للادمن وعملت له منشن، الراجل ده نصاب، ما ردش على الرساله لحد الان، الكلام ده بقاله يجي 4 5 شهور. فانا بتكلم على اساس كده، كل النصب مفيش اكتر منه. وعلى فكره باذن الله الفتره الجايه هحاول، انا نزلت امبارح على الجروب، لقيت واحده داخله تكلمني بتقول لي الحق يا سلطان، انا بص كده في رقم لقيته على الفيسبوك منزل شغل عايز سكرتيره، الشغل دوت الراجل صاحبه قليل الادب. فبقول لها ازاي قليل الادب؟ ابعتي لي الاثبات، انا اي حاجه عندي انا واحد ملتزم بالاثبات. قامت بعتها لي صور سكرين، وطبعا نزلتها على الجروب. فالصور مكتوب فيها الراجل كان بيكلم البنت بيقول لها طبعا اسمك، سنك، عنوانك. انا ذات نفسي البيانات ديت انا بطلبها، انا بطلب من اي حد بيخش عندي اسمه، ماشي، سنه، عشان اشوف انا اقدر اساعده ولا لا، سنه، عنوانه، يكون من محافظه دمياط، بقدر ساعتها بدخله الجروب وينقي اي شغل هو عايزه تبع دمياط. انما اي محافظه ثانيه، يعني زي مثلا حضرتك كده زي اسماء من القاهره، بدخلك الجروب عندي لسبب واحد، اللي هو ان اي شغل بينزل على النت انا بستهدف ان الشغل ده يكون ريموتلي، يعني شغل من البيت، ساعتها حضرتك اللي بتحتاجيه. انما اغلبيه الشغل اللي بينزل في الجروب بيكون تبع دمياط، شغل واقعي، فاكيد حضرتك مش هتيجي من القاهره كل يوم لدمياط، فهمت قصدي؟ فانا عشان كده بسال الاسئله دي. انما انا مش من حقي وحطوا خليكم عارفين الكلام ده كويس، مش من حقي، اهلا وسهلا بك يا انا، مش من حقي كصاحب مصلحه ان اخش اسال بنت عن وزنها، طولها، تبعت لي صوره ليها. كان سال في ايه تاني امبارح، كان بيتكلم معاها في حاجات مستفزه يعني. الصور موجوده عندكم، الصور انا نزلتها على قناه القناه اسمها برضو معانا، هتلاقي شغل قناه الواتس، تمام. وابعتوا لي رساله على الخاص، وانا اللي مش موجود فيها ابعت له اللينك ويخش يبص على الصور بنفسه. كان المحادثه مستفزه. انا لما بطلب منك بقول لك انا عايز اسمك، سنك، عنوانك، وخبراتك السابقه اللي هو الشغل اللي انت اشتغلته قبل كده، وايه الشغل اللي انت طالبه مني، على بناء عليه بشوف انا هقدر اساعدك ولا لا. لو انا ما اعرفش اساعدك انا بقول لك انا مش هعرف اساعدك
كل عام وانت بخير وبقفل معاك وبكل احترام. انما انا مش من حقي حتى كصاحب جروب ان او كصاحب شغل ان اقول لا انا عايز اعرف وزنك، انا عايز اعرف شكلك. يعني ايه؟ وكمان البنت كمان انا زعقت لها امبارح، لما طبعا انا بعتذر لها من خلال البث اهو، تمام. اللي هو انت ازاي اجى في بالك انك تبعتي له صورتك ويقول لك تعالي له لا البنطلون ده حلو، ده ينفع يبقى ايه اليونيفورم تبع الشغل السكرتيره بتاع مدرس؟ باي منطق بيتكلم كده؟ الراجل مش طبيعي، مستفز. انا المحادثه اصلا انا حرقت دمي امبارح لما قراتها بتاعت البنت صغيره برضو يعني 15 سنه. يا جدعان بالله عليكم ركزوا شويه، اعقلوا الكلام. يعني ايه ما ينفعش صاحب مصلحه يطلب بيانات شخصيه؟ ما ينفعش. مش من حق المدير ان يخش مثلا على حاله الواتس بتاعتك او صاحب او مثلا يعني المدير بتاع شغلك، المدير اللي هو الترينر بتاعك، لو انت في مطعم مثلا الترينر اللي بيبقى فوق منك ماشي، او المدير او اي حد من تبع الشغل لو بص على حاله واتس انت حتى لو بتسف على المدير نفسه، مش من حق المدير ان يخش يكلمك ويتحكم في حالات الواتس بتاعتك. انتوا شايفين الموضوع ده تافه؟ لا مش تافه. انت ليك حياتك الشخصيه، حياتك كلها مش للشغل. الشغل ده مجرد اداه يتحرك بها حياتك لانك تكون افضل نسخه من نفسك، اداه تخليك تعرف تعيش وتتواكب مع المجتمع، مش ان المدير بتاعك يتحكم فيك او الترينر بتاعك او العصفوره اللي عندكم في الشغل يقعد يبعت للمدير شوف بينزل حالات واتس بيتريق فيها على الشغل. يا عم بتريق على الشغل، انت مال اهلك؟ قولها له في وشه كده، انت مال اهلك؟ مش من حقك انك تتحكم في الحالات الواتس بتاعتي، تتحكم في صفحه الفيسبوك بتاعتي. هي صفحه الفيسبوك بتاعتي دي اسمها الصفحه الشخصيه ولا اسمها صفحه الشركه؟ ما هو الكلام برضو يعني نعقله، خلينا منطقيين. في حاجات بتبقى خط احمر ما ينفعش تتجاوزها. انما هتقعد مثلا تنزل حالات واتس عندك بتشكر في الشركه وبتشكر في المدير عشان خاطر تاخد لك ترقيه، ماشي، هو يعني صوابعك مش زي بعضها، تمام. بس في حاجات بتبقى مستفزه لازم تتحط لها حد، اقف عند حدودها.